السلام عليكم. اليوم جبت لكم وصفة كروكيت بطاطا مقرمشة من برا وطرية من الداخل، اقتصادية جدا بدون بيض ولا لحم، سهلة التحضير. صدقوني من بعد ما تجربوها راح تولوا تديروها دايما. تابعوا الفيديو للآخر باش تعرفوا كامل الأسرار. بلا ما نقولكم راكم تشوفوا يعني وش عنقولكم، يعني منظر يشهي تشهي تشهي. صدقوني سهلة وبسيطة واقتصادية ما فيها والو. كاين اللي يقولها كروكيت البطاطا وكان يقولها كروكات البطاطا، وهي في الاخر يعني مهما كان اسمها معشوقة الجماهير. كاين معشوقة الاولاد الكبار الصغار، نديروها مع لي سوب، نديروها مع اي حاجة تجي ما شاء الله بنينة. نبدو على بركة الله. هنا عندنا حبات تاع بطاطا، ديري كيما على حسب عدد، على حسب عائلتك. يعني ما نقدرش نقولك ديري 3 4، كل واحدة عندها، كل واحدة تعرف عدد عائلتها شحال ودير على قدهم عادي. هنا جبت كسرونة، درت فيها شوية ماء، حطيت البطاطا، حطيت عليها شوية ملح، شوية فلفل كحل، حطيتها فوق النار، خليتها تغلي 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 حتى طابت. اكدت باللي طابت، حطيتها في الصفايه، صفات كامل هذاك الماء كامل تنحى، ومتى حطيتها في طبسي وبديت شغل نهرسها بالفرشيطه مليح مليح. تجاري طيبه مليح، سواء ما تعبكش غير شويه هكا برك بالفرشيطه تكون خلاص كملت. هنا راح نبداو نديروا المنكهات. البطاطا لازمها باش تجي بنينه لازمها منكهات. هنا عندي حبه تاع بصل ربيتها بلا رب صغيره، يعني يكون مربيه مليح مليح. وعندي 2 سنينات نتاع الثوم، كيف ثاني دقيتهم، ولا تحبي تربيهم كيما تحب. هنا باش نزيد لها برك البنه شويه، وهذه خطوه اختياريه، ماهيش يعني ماشي لازم ديريها، هذه خطوه اختياريه جدا. درت 2 حبات فرماج، هذاك لافاش كيري عادي، ولا عندك فرماج سايل ولا اي نوع فرماج، حطيت لها وبديت نحط لها لي زيبيس. في لي زيبيس البنات راكم حرين. مهم الحاجه اللي لازم هي الكركم باش يعطيها لون ما شاء الله، تجي هذاك اللون الاورانج الدوغي. ولا البطاطا دائما نقول لكم تحب الكمون، يعني تحط لها شويه كمون وشويه كركم. انا حطيت لها شويه فلفل عكري، حطيت لها شويه فلفل كحل، وشويه تاع الملح. هذا مكان قطعت فيها شويه دبشه ومعدنوس، الا عندك دبشه وحدها، الا عندك معدنوس وحده، المهم كيما تحبي. ودرت لها الدبشه والمعدنوس. فكروني البنات ده مكان، يعني هذه هي المنكهات. على بالكم البنات، يعني اي حاجه تبنن البطاطا تقدري تزيديها، وهذا اختياري يعني. هذا مكان لميتها مليح بيدي، سما حاولت ندخل هذوك المكونات كامل مع بعضهم، لميتها مليح بيدي وحطيتها بجيه. هنا درت ميكس بين الشيدر والموتزاريلا كيما تحبوا تحشيها. هذه ثاني خطوه اختياريه البنات. باش تقولوا ليش هند راكي قلتي وصفه اقتصاديه ودرتي فيها لي فخوماج وكمان، تقدري ديريها يعني سامبل ما فيها حتى حاجه، ما تحشيها بوالو. وتقدري ديري لها مرسو هكا تاع فرماج بالميزان، وتقدري ديري لها اي حشوه تجي في بالك، اي حشوه تجي في بالك تقدري ديريها، ما كان حتى بروبليم. سما هذه خطوه اختياريه ثاني. انا حبيتها برك هكا تجي تتلصق وتمط كيما نشوفوهم. اي خلطت بين الموتزاريلا، على بالكم بنات ما تجيش فيها بنه، يعني بنه الموتزاريلا ما عندهاش بنه الموتزاريلا. هي خلطت معاها شويه شيدر، خاطر الشيدر بنين، حطيت لها شويه شيدر وشويه موتزاريلا، يعني البنه وممتو تعطينا هذيك التكسيله اللي نشوفوها في الفيديوهات. المهم بنات هنايا قفلتها كامل كما راكم تشوفوا، كيما راكم تشوفوا درتها على شكل البيضاوي كيما هكا بالطول. ودرت ثاني بال هكا مكوره الشكل اللي اغلب الناس يديروه، اللي هي يعني هكا ديبولات. هنا درت 5، تكون سرع لكم الفيديو، درت 5 حبات هكا طوال، والباقي كامل درتهم ديبولات. خرجت معايا كمية ما شاء الله البنات، يعني شوفوا كلينا منها واحد اليومين والله. وراح تقولوا لي كيف سخنتيها هند؟ حطيتها في التوست. شفتوا التوست اللي نديروا به نسخنوا به هكا ساندويتش ولا حاجه، البانيناز كيما تقول. هذيك حطيتهم فيها سخنوا
وحطيتها الاولاد زادوا كلاوها من غدوه يعني. الكميه ما شاء الله كبيره، انا درت 3 حبات بطاطا ولا 4 وخرجت معايا كميه ما شاء الله كبيره وكفاتنا وكفات ووفات. المهم انا حطيتهم هنا بعد ما كملت، حطيتهم غطيتهم. كي تغطيها وتخليها هذيك ال5 دقائق يعني كاين سر في الموضوع. السر الاولاني راني نسيت ما قلت لكمش، مغرف ونص نشا في البطاطا. مغرف ونص نشا في البطاطا، لازم ديري مغرف ونص نشا في البطاطا باش تضمني انها ما تتفتحلكش في الزيت. هذا السر الاول. السر الدوزيام انك بعد ما تكوريها وكامل خليها بجيه حتى تركح، يعني تشغل تجمد تحكم روحها، ما تحطيش في الفريجيدار، لا لا برا برك تحكم روحها. السر الثالث دوك نقول لكم عليه، هم 3 اسرار. هنا البنات كما تعرفوا، هنا جبت حبه تاع بيض، زدت لها شويه تاع الحليب وحطيتها عادي. وهنا عندي شويه فرينه وعندي لا شابلور عادي جدا. حطها في الفرينه، شوفوا كما راني ندير لكم بنات، حطها في الفرينه ومن بعد نحطها في هذاك البيض والحليب ومن بعد نحطها في لا شابلور ونكمل بها بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله. سهله مهله، ما تديلكش الوقت، في وقفه ديريها يعني. صراحه ما تتفتح ما تعذبك ما والو، تجي تهبل. شوفوا الكميه اللي خرجت لي ما شاء الله صراحه، يعني كميه بزاف كبيره يعني. ديروها وما تخافوش. البنات راح نعاود لكم الاسرار نتاع هاد الكروكات. اول حاجه ديري مغرف ونص نشا مع الخلطه، يعني كشتو كي كنت نحط في لي زيبيس حطيت معاهم مغرف ونص نشا. الحاجه الدوزيام انك بعد ما تكوريها قبل ما ديريها في البيض ولا شابليغ والفارينه خليها تريح واحد نص ساعه تنشف. السر الثالث هو الزيت لازم يكون سخون. الزيت لازم يكون سخون كما راكم تشوفوا، تحطيها تقول فش كيما هك، لازم تكون سخون باش تضمني انها ما تتفتحلكش كامل في الزيت. شوفوا كيفاش راني نقلي فيها، ما تتفتح ما يصرى لها والو. راح تقولوا لي انت على ما درتي لهاش الزيت بزاف ولازم يكون الزيت غزير وتدخل فيه باش تتحمر. ليه ماشي مشكله كامل، يعني ماشي سر نجاحها هو الزيت اللي يكون هكا مقله معمره زيت، لا لا. هكاك راح تشرب لك الزيت، تشرب يعني. هذه احسن طريقه ديريها بها. شوفي غير تحطيها تتحمر، زيدي قلبي الجهه الاخرى، هذا مكان شويه 5 دقائق ونحي كامل. حطيها فرشي لها بابي في طبسي وخرجيها عادي، ما تشرب لك الزيت. ما صدقوني هذا الزيت راني درت به كامل الكميه وبقى كيما راه هكا، تعرفي بلي راهي ما تشربلكش الزيت. يعني ما ديروهاش في زيت غزير، ماشي حاجه تدل على النجاح الوصفه يعني. وراكم تشوفوا البنات كيفاش راني نقلب فيها في الزيت عادي جدا، ما تفتح ما يصرى لها والو. يعني نرجع نقول لكم باللي الزيت كي تحطيه بزاف ماهيش هو سر النجاح تاع الكروكات البطاطا. شوفوا لي البنات، شوفوا لي كيفاش راهي، شوفوا لي هذاك الصوت، شوفوا لي هذيك القرمشه. قلت لكم بنات راهي تجي مقرمشه من الداخل والطريه، مقرمشه من برا والطريه من الداخل. كروكيت تاع البطاطا كي نقول لكم من انجح الوصفات. شوفوا لي هذاك التعسال وهذاك المطه تاع الفرماج، ما نحكي لكمش البنات يعني. صدقوني البنات ولادي هبلوا عليها. كليناها على يومين. شوفوا كيف راهي تتعسل تطمط يعني. تشوفي راني ندور فيها محبتش تخلص. البنة الفرماج مع البطاطا يعني طعم خيالي، ماشي من احسن الحوايج اللي ممكن ناكلوهم وياكلوهم ولادنا. شوفوا راني ضقت شويه كي نقول لكم بنه يعني ما شاء الله. البنات الى وصلتوا معايا لهاد اللحظه ما تنساونيش في الاشتراك واللايك والكومنتير عسل كيما نتوما. ربي يبارك لي فيكم. شكرا على التشجيع، شكرا على الاشتراك، شكرا على كل كلمه حلوه راكم تكتبوا لي فيها. شوفوا لي البنات، شوفوا اقسم بالله راني دايرتها عندي يومين، راني غير اليوم راني نزلكم في الوصفه. راني نشوف في الفيديو تشهيتها راح نعاود نديرها. بس راح نقولكم تجربوها وعينيكم مغمضين. وصفة ناجحة ومع وصفة جديدة إن شاء الله. مع السلامة.